تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مسارات. على مدى 6 أعوام من الأزمة السورية والنقاشات والمباحثات جارية حول مخرج للأزمة السورية، بدءا من محادثات جنيف والتي لم ترقى إلى مستوى وضع تسوية سياسية لحل الأزمة السورية الراهنة، ومرورا بالاتفاق الروسي التركي والذي يعرف بإعلان موسكو حول إعلان هدنة ووقف إطلاق النار في سوريا، والتي تخللت بخروقات من الجانبين، ووصولا إلى محادثات الآستانة والمزمع عقدها في أواخر هذا الشهر. لكن هناك في المقابل مشروع ديمقراطي يحظى بمشاركة شعبية من كافة أطياف المجتمع السوري في شمال سوريا، والتي تتمثل بفيدرالية شمال سوريا والتي أعلن عنها مؤخرا. ولكن مع كل مشروع دولي وتحرك دبلوماسي دولي لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية، هناك تغيب للأطراف والقوى الفاعلة على الأرض. والسؤال المثير للجدل: هل ستخرج الأستانة بتوافقات إيجابية وبعقد أو حضور لكافة الأطراف السورية في مؤتمر أستانا؟ وهل هذا المؤتمر هل سيعقد وسيخرج بنتائج إيجابية وسيجمع بين جميع الأطراف السورية؟ هذا ما سأطرحه وأناقشه مع ضيفي الكريم في الاستديو، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطي وعضو المجلس التأسيسي لفيدرالية شمال سوريا، وأيضا سكرتير عام حزب الديمقراطي الكردي السوري سيد جمال شيخ باقي. بداية مرحبا بك سيد جمال. أهلا بك وبجميع المشاهدين. مساء الخير. مساء الخير سيد جمال. بداية نأتي إلى التحضيرات التي تسبق مؤتمر أستانا. فهناك توافق روسي تركي حول هدنة في سوريا أعلن عنها، قبلها كانت متمثلة في إعلان موسكو، والتي حضرت أو عقدت اجتماع ثلاثي بين كل من روسيا تركيا وإيران حول مشروع اتفاق وقف إطلاق النار. إلا أن هذه الاتفاقية أو هذا المشروع، مشروع الهدنة، تخلل بخروقات من الجانبين. إذن من يريد أو من لا يريد لهذه الهدنة أن تنجح، ومن المستفيد؟ مرة أخرى مساء الخير. طبعا إذا نظرنا إلى هذا ما يجري نستطيع أن نقول هو ليس اتفاق بمعنى الاتفاق، لأن منطلقات ورؤية موسكو منذ بداية الأزمة السورية ولغاية الآن هي مختلفة بل ومتناقضة مع منطلقات ورؤية تركيا أردوغان. تركيا أردوغان كانت أحد العناصر السلبية الأساسية في الأزمة السورية، ولا يخفى على أحد بأنه كان أحد رعاة الإرهاب في سوريا، وأعتقد لا يزال بشكل من الأشكال رغم مناوراته ورغم محاولة تغطية نفسه الآن بادعاءات محاربة الإرهاب. لا تزال حبائل كثيرة تربطه بالمنظمات الإرهابية، ولا يزال يعمل على تعويم بعض هذه الفصائل الإرهابية. وقد يكون ما نراه الآن من عدم وضوح في مسألة الاتفاق الروسي التركي، وهذه النقطة بالذات استمرار تركيا في محاولة تعويم بعض المنظمات الإرهابية، ولا سيما جبهة النصرة، وبالتالي طبعا التنظيمات الأخرى المرتبطة بجبهة النصرة أو المتحالفة معها، يحاول تعويمها ويحاول فتح المسار أمامها لتكون مشمولة بهذه الهدنة، وبالتالي مشمولة بحوارات أستانا. سيد جمال، إذن أنتم تشكون أو تشككون في جدية تركيا حول توافقها مع روسيا لإيجاد حل للأزمة السورية؟ بكل تأكيد هذا ينبع محاولة تركيا السير
مع موسكو في هذه المرحلة بالذات هي تأتي نتيجة عدة عوامل وضغوط. أولها فشل سياساتها وفشل مخططاتها وانفضاح أمرها مع المنظمات الإرهابية، وهذا جاء على لسان أعلى المسؤولين العالميين، منها موسكو مرة أعلنت أنها تملك وثائق تشير إلى علاقات أردوغان وحكومته مع داعش، ومرة هدد بأنه يستطيع أن يقدم وثائق تهريب النفط عن طريق داعش إلى تركيا وبما فيهم أمريكا، وعلى لسان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم تركيا بدعم الإرهاب ورعايته، وفيما بعد لفلفوا الأمور. هذا رعاية تركيا للإرهاب ودعمها للإرهاب لم يعد سرا ولم يعد اتهاما. الكثيرين من الجهات والمراجع الأوروبية والأمريكية والروسية لديهم أدلة دامغة على هذه المسألة، حتى نحن في الإدارة لدينا أدلة دامغة على ذلك، ورأينا عين اليقين في مقاومة كوباني. إذن سيد جمال، كيف تقرؤون التقارب الروسي التركي حول بداية اتفاق حول سوريا رغم الخلافات بينهما؟ عوامل ضغط، أولها فشل تركيا وانفضاح أمرها في مسألة الإرهاب، ثانيا كرد فعل على علاقتها مع أمريكا. أمريكا التي ترفض اتهامات الأتراك لكل من لا يتفق معه، أن يتهمهم بالإرهاب، يتهم اليابكا بالإرهاب، ويتهم بايدا بالإرهاب، ويتهم فتح الله جولان بالإرهاب. كل من يختلف معه في الرأي فهو متهم بالإرهاب. الأمريكان غير متفقين في هذه المسألة. ثانيا مسألة التعاون الأمريكي الروجافاي ما بين التعاون العسكري ما بين يابكا وفيما بعد قوات سوريا الديمقراطية وأمريكا من خلال التحالف. أصرت تركيا على أن تختار أمريكا بين تركيا وبين التعاون مع الأكراد. إذن هل خرجت تركيا من التحالف الأمريكي ودخلت في تحالف آخر؟ لا، ليس هكذا بالضبط، ولكن هو يحاول أن يقول لدي خيارات أخرى، يحاول أن يبتز إلى حد ما الموقف الأوروبي والأمريكي، أنني أستطيع أن أتجه كذا وأفعل كذا، ولكن هذا ليس بمقدرة أردوغان. هذه تركيا، هذه تركيا حلف الأطلسي، هذه تركيا الذي أسسها كمال آتاتورك على قواعد معينة. تركيا الدولة العلمانية، في النهاية هنالك قاعدة اجتماعية كبيرة تربت على أن تعرف تركيا بشكل معين. الآن أردوغان يأتي ويريد أن يقول لا، أنا بنفسي سلطان، وتركيا الدولة شبه عظمى وتستطيع أن تفعل ما تريد، وعلى الأطلسي وأمريكا وهذه الدول أن ترضخ لإرادة أردوغان وحزبه. هذا أربك أردوغان كثيرا، ولا تنسى عامل الضغط الداخلي لدى أردوغان. أعتقد أي محلل يتعمق في الوضع الداخلي في تركيا من حيث عدم قدرته على التعاطي السلمي والتعاطي السلمي والسياسي مع المسألة الكردية في باكو الكردستان، وفشله وعدم قدرته على متابعة هذا المسار وإصراره. سيد جمال، هناك المعارضة التركية في الداخل صامتة ولا لها دور فيما يقوم به أردوغان وحكومته من جر تركيا إلى هلاك وحرب طويلة الأمد في سوريا. هذه المعارضة في النهاية لن تستطيع أن تكون التعبير عن المجتمع التركي الذي بدأ مخاضا واضحا. هذه معارضات شبه كلاسيكية تساوم مع أردوغان
أردوغان يلبي بعض مصالحها، أردوغان يتجاوب مع بعض طروحاتها لكي يجعلها تصطف إلى جانبه. لكن الأزمة ليست أزمة هذه القوى، هي أزمة مجتمع بدأت تتوضح في تركيا، وبدأ الغليان الاجتماعي. إذا كان هنالك عشرات الآلاف ممن كانوا أمس في النظام ضمن مؤسسات وهياكل النظام التركي، عشرات الآلاف إذا كانوا في السجون، إذا عشرات الآلاف تسرحوا من الجيش، إذا أهين الجيش، هذا الجيش التركي الذي كان يقول يعني أمنية الواحد أن يكون عضوا في هذا الجيش، يهان على يد حزب العدالة أعتقد، فشلوا في حل القضايا الداخلية في تركيا، وفشلوا في مشروع صفر خصوم إلى محيط 360 درجة خصوم، كل محيط تركيا خصوم. هذا كله يولد تعقيدات عميقة جدا في المجتمع التركي، ويهيئ بؤر قابلة للانفجار على المدى أعتقد المنظور وليس غير منظور. إذن هل الشارع التركي سيلقى غليانا في مقابل رد تركيا من محرقة الأزمة السورية والتي راح جنود أتراك خلال هذه الأزمة كل ما فعله أردوغان يستوجب الرفض من قبل القاعدة الاجتماعية في تركيا. كل ما طرحه أردوغان بعد أن أصبح دكتاتورا، بعد أن أصبح مطمئنا أنه متحكم في الدولة التركية بشكل دكتاتوري ومتسلط بشكل كامل، كل ما طرحه جاءت النتائج عكسية. لم يستطع المحافظة على علاقاته الجيدة مع أمريكا وحلف الأطلسي، لم يستطع أن يكمل أو يخوض مسيرة السلام مع حركة الحرية في باكور كردستان، فشل. لم يستطع أن يحافظ على علاقاته الجيدة مع المحيط، بالعكس أصبح لديه 360 درجة حوالي تركيا من الخصوم والأعداء. لم يستطع أن يمرر مشروعه في الشرق الأوسط بحيث يصنع أنظمة إسلامية تكون في النهاية جزءا من إمبراطورية أردوغان الإسلامية العثمانية في المنطقة. فشل في مصر، فشل في تونس، والفشل الأكبر والذريع كان في سوريا. كل هذه التراكمات من الفشل بكل تأكيد سيجعل هنالك مخاضا جديدا في المجتمع التركي وفي النظام التركي. إذن هل يمكن القول بأن تركيا الآن وبحكومة أردوغان تشهد حربا داخلية أيضا في الآونة الأخيرة؟ تحدث تفجيرات أو تحصل تفجيرات تشهد تناقضات، تجذر وتعمق تناقضات داخلية. هذا يهيئ لانفجارات قريبة قادمة. إذن هي بسبب تدخلها في الشؤون السورية؟ ليس فقط في سوريا، كل هذه العوامل. الأساس هو عدم قدرتها على السير ضمن مسار عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني في باكور كردستان. هذه كانت نقطة ضعفه الأساسية، مثل ما فعل صدام. وأنا قبل سنتين في مقاومة كوباني أتذكر مع وكالة هوار قلت لهم هذا الرجل يذكرني بصدام حسين بحماقاته وبنضالنا طبعا ومقاومتنا ووعينا، وبحماقاته سنصل ونستطيع أن نحقق أهدافنا. كل هذه اللخبطات سببها عدم قدرته في حل المسألة الكردية في باكور سلميا، وعدم قدرته. نتيجة ذلك دعم داعش لكي يضرب الحركة النهضوية، حركة الحرية ومشروع الديمقراطية في سوريا الذي قدناه هنا في روجافا، لكي يضربه، لكي لا يكون هنالك تفاعل
بين روجافا وباكور. هو كان يعتقد أن هذان المشروعان هو مشروع واحد لا يستطيع أن يقضي على حركة الحرية في باكور منذ أكثر من 30-35 عاما. أراد أن يضربها هنا، ونتيجة ضربه هنا تصادم مع السياسات الدولية ومع الأطلسي ومع الأمريكان ومع الروس، ونتيجته تورط الآن في منطقة شهبة والباب. كل هذا لأجل ماذا؟ لكي لا يقدم على خطوات جريئة وبناءة لحل المسألة، مسألة حرية كردستان في باكور. بأن الأزمة أو نفس الشيء كان بالنسبة لصدام في العام 75. عقد اتفاقا جائرا بحق العراق مع إيران لكي ينهي الثورة الكردية في باشور، ثورة أيلول 61، وتنازل عن شط العرب. وبعد أن انتهت ثورة أيلول وأعلنوا إنهاء الثورة، عاد وفتح حربا مع إيران على مدى 8 سنوات. وثم نتيجة هذا الحرب ونتيجة تدهور الوضع في العراق دفع إلى أن يغزو الكويت، وجاءت نهايتها كلها لكي يقضي على الثورة الكردية في باشور. نعم سيد جمال، إذن المسألة الكردية أو عدم التعامل بجدية مع حل للمسألة الكردية في باكور كردستان وتنامي الدور الكردي في سوريا سببا من أسباب التوغل التركي في سوريا؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد. ومع الأسف أنا أسف لبعض الجهات الكردية وسمعتهم شخصيا يعني، وعلى قنوات عديدة عربية وعلى قنوات 3-6 التركية، بعض الجهات المسؤولة في الحركة الكردية في سوريا أرادوا أن يبرروا لأردوغان أن دخوله في جرابلس وثم امتداده إلى الباب هو ليس من أجل القضية الكردية وليس من أجل الفصل بين كوباني وعفرين، إنما هنالك مشروع إيراني يريد أن يصل إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط. هذا الخط الإيراني الذي يريد أن يصل به إلى بحر الأبيض المتوسط يمتد من إيران وإلى الموصل وإلى سنجار وإلى روج آفا. لماذا كل هذا الطريق؟ إيران وصلت إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط منذ زمان. إذا سيد جمال نأتي إلى هذه النقطة بالذات. هناك تمدد تركي وأيضا تمدد إيراني في الشأن السوري، وحول آلية وقف إطلاق النار كان هناك مشروع ثلاثي بين كل من روسيا تركيا وإيران، والآن الاتفاق الذي حصل هو بين تركيا وروسيا وهناك تهميش للدور الإيراني. إذا كيف تقرأون هذا التهميش؟ الدور الإيراني غير مهمش، هذا ما يريد أن يوحي به. وأردوغان لحد الآن ليست أمامه خيارات واضحة، لا يزال يرى بأنه إذا ذهب بهذا الاتجاه سيتورط إلى الركبة، وإذا ذهب إلى هذا الاتجاه سيتورط إلى خصره، وإذا ذهب بهذا الاتجاه سيتورط إلى عنقه. كله تورطات، كله تعقيدات خلقها لنفسه، فيبحث عن الخيار الأقل سوءا، ولا يزال مترددا، ولا يزال يحاول أن يراهن أن يتغير موقف الأمريكي بعد قدوم ترامب. ولذلك الآن يماطل قليلا ويحرك هذه بعض المعارضات المسلحة لكي لا تكون الهدنة واضحة ومستقرة وغير مخترقة. يحاول أن يوصل بالوقت إلى 20 الشهر ليرى عمليا وبشكل رسمي ما هي السياسة التي ستتخذها الإدارة الأمريكية. هو يعرف لا يستطيع أن يزاحم إيران ودور إيران في سوريا. دور إيران في سوريا قديم من العام 1979 بعد الحرب الإيرانية العراقية بدأ الدور الإيراني وهو يتعمق ويتضخم في سوريا لحد الآن سنة بعد سنة.
نعم سيد جمال، نأتي إلى وقف إطلاق النار في سوريا والاتهامات المتبادلة بين الجانبين التركي والإيراني. فهناك أزمة ثقة بين البلدين، كل منهما يتهم الآخر بخرق الهدنة. إذن من يخرق الهدنة ومن هو السبب ومن المستفيد؟ إذن الطرفان خصوم والطرفان متعاديان، التركي والسوري لا شك فيه. هنالك ضغط روسي، ضغط من موسكو يحاول أن يصل إلى شيء ما ويخلق معطيات جديدة عسكريا ويعكسها سياسيا قبل بدء الإدارة الجديدة، لكي يخلق وقائع جديدة ينطلق منها هم والأمريكان، لأنه لا شيء يمكن أن يحل دون الأمريكان ودون القوى الغربية عموما. مع الأسف المعارضات السورية باعت قضيتها للدول تماما يعني، وبالتالي كلنا نعرف الأزمة أصبحت بجزء كبير منها، كبير جدا، هو عبارة عن صراع دول عظمى وصراع دولي في سوريا. وبالتالي موسكو وروسيا لا تستطيع أن تتفرد بالحل. الآن دورها أقوى، الآن هي لديها حرية الحركة أكثر، ولكن روسيا وموسكو تضع في حسبانها تماما أي تغييرات في على أرض الواقع وفي المعطيات السياسية. في النهاية يجب أن يتوج بالموافقة الأمريكية. الحل لن يكون بمعزلا عن الأمريكيين يعني. نعم سيد جمال، من نقاط وقف إطلاق النار سحب القوات الأجنبية من الداخل السوري، لكن هناك تدخل واضح من الجانب التركي وأيضا من الجانب الإيراني. إذن لماذا قبلوا بهذه الهدنة؟ هلا طبعا كلنا لا نريد أحدا من الأجانب في بلادنا، لا إيرانيين ولا روس ولا أتراك ولا إيش، ولكن نكون واقعيين إلى حد موضوعيين. لا تزال المعارضة تسمي النظام هو السلطة في البلد، وهو يمثل الدولة السورية. المعارضة حتى الائتلاف يذهب إلى جنيف وهو يفاوض ممثل الدولة السورية. هذا هو الموجود في القرار 2254 القرار الدولي، وهذا ما يقوله جنيف. هؤلاء يمثلون الحكومة السورية وهؤلاء يمثلون المعارضة السورية. أي حتى الجهات المتطرفة من المعارضة يقرون بأن نظام بشار الأسد هو يمثل الدولة السورية، وهذا ما يقر به المرجعيات الدولية، هيئة الأمم ومجلس الأمن، وكلنا يرى ممثل النظام هو الذي يقعد في مجلس الأمن وهو الذي يمثل الدولة السورية. أقصد التواجد الإيراني وحزب الله يستطيعون أن يبرروه، يقولون نحن أتينا بطلب من الشرعية السورية، يقولون الحكومة السورية طلبت منا المساعدة، الإيرانيين هكذا يقولون، والروس هكذا يقولون، والحزب الله هكذا يقولون. ولكن ما السبب لاستدعاء هؤلاء؟ هذا سبب نحن نعتبره في الأساس سبب خلقه النظام، هذا النظام اللي أوصل سوريا بطريقة ديكتاتورية واستبدادية إلى ما نراه الآن، وبالتالي لا نعطيه الشرعية الأخلاقية. أما الشرعية القانونية الدولية هو يمثل الحكومة ويمثل الدولة وله الحق أن يطلب هذا قانونا، أما أخلاقيا وكمشروعية سوريا لا يحق له أن يستبيح سوريا أمام الدول الأخرى. أما أردوغان دخل كيف؟ بأي شرعية؟ من دعاه؟ من أين له الحق أن يعتدي على دولة جارة، أن يتجاوز الحدود الدولية، أن يحتل جزءا من أراضي الغير؟ فإذا الحساب الأول ولا المشروعية الأولى هو لأردوغان وجيشه. ثانيا هنالك قوى أخرى دخلت، مجموعات أجنبية، مقاتلين أجانب، ودخلوا بطرق غير شرعية وعبر مساعدة تركيا لهم وعبر نقلهم من خلال الوسائل التي أمنتها لهم حكومة العدالة. كل هؤلاء أجانب
طبعا نحن أيضا نرى بأن الحل السياسي إذا تم يجب أن يتضمن خروج جميع الأجانب من سوريا، بغض النظر الذين دعاهم النظام بسبب الأزمة، لأن الأزمة تكون قد حلت ونكون قد اتفقنا سياسيا، أو الذين دخلوا فشل الهدنة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق كيف ستؤثر على محادثات كازاخستان أو أستانا والتي من المقرر أن تعقد في أواخر هذا الشهر؟ أعتقد التفكير الروسي بموسكو، إذا كنا نتذكر جنيف 1 وجنيف 2 كان واضح ما هو معني به موقف النظام ووفد النظام ومشاركة النظام في جنيف، كان موكول إلى روسيا، وهو الذي يضغط ولكي يدفع النظام للمشاركة ولكي يكون وفده يمثل الحكومة ويقبل مسار الحل السياسي. كان هذا أمرا منوطا بروسيا. أمر المعارضة كان منوطا بأمريكا، وهو كان مكلفا بأن بمعنى يوحد المعارضة، بمعنى يوحد خطابها، بمعنى يشرف على تشكيل وفدها، وبالتالي عقدوا مؤتمرا في الرياض وأنتجوا اللجنة العليا للمفاوضات لكي تمثل السوريين. ورغم إلحاح روسيا على أن هذا الوفد لا يمثل المعارضة السورية، تركيا أيضا تخلت عنهم، رغم روسيا أكدت أن هذا لا يمثل، وضغطت باتجاه أن يكون هنالك وفد كردي خاص من روجافا يعني، وأن تشارك منصة القاهرة ومنصة موسكو بشكل رسمي. إلا الأمريكان أعاقوا هذه المسألة، مسألة منصة روسيا والقاهرة، والأتراك رموا بكل ثقلهم بأن لا يكون هنالك مشاركة كردية خاصة، وإلا سيضغط بتأثيره على بعض اتجاه المعارضة لكي لا يشاركوا. وإذا تتذكر جيدا الائتلاف في جنيف 1 في اللقاء الأول لجنيف، حتى قبل 24 ساعة من بدء المحادثات لم يكن قد قرر بأن يذهب نتيجة هذه التداخلات. الآن روسيا موسكو تحاول أن ترتب وضع المعارضة بشكل آخر مختلف عما رأيناه في جنيف. على الأقل سيرتب وضعا أو خطا معينا للمعارضة، مجموعة كتلة المعارضة، إن لم تكن هي التي ستمثل المعارضة السورية في جنيف، ستكون قسما رئيسيا وأهم من اللجنة العليا للمفاوضات، هذا إذا لم يتم تحييد اللجنة العليا للمفاوضات نهائيا. إذن بفيتو روسي ستحيد هذه الهيئة العليا للمفاوضات؟ ستحاول كثيرا روسيا أن تخلق معارضة جديدة. قد لا يكون عندها مانع من أن يشترك وفد الرياض اللجنة العليا، ولكن لن يبقى الممثل الوحيد للمعارضة أو الذي سيفاوض باسم المعارضة كلها. هذه مسألة محسومة. سيد جمال، من سيحضر أستانا إذن؟ هل هناك دعوات قدمت لكم لحضور هذا المؤتمر؟ وكيف ستحضرون؟ حسب معلوماتنا لحد الآن لم يقدم دعوة لأي جهة. لا يزال في إطار الترتيبات، لا يزال في إطار وضع النقاط على الحروف، لا يزال لاستكمال الاتفاق بين رعاة مؤتمر أستانا. لم توجه حتى الآن دعوات. أستانا بالنسبة لنا في روجافا إدارة وفيدرالية ومجلس سوريا الديمقراطية، نحن سنكون متجاوبين ونرحب بأي مبادرة تحاول إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، أي محاولة جادة وحقيقية
وليس مصنعة بهدف أن الأجندات الآخرين هي التي تمرر. لا، لن نقبل ذلك. الحل السياسي يجب أن يكون بإرادة سورية ونحن قادرون إذا اتفقنا نحن المعارضة السورية على رؤية مشتركة. أعتقد في النهاية هذه الدول وتفهمنا مصالح هذه الدول، في النهاية هذه الدول لن تستطيع أن تفرض علينا حلا معينا يعني. نعم سيد جمال، إذن أنتم ترون بأن مشروع الحل الديمقراطي والمعلن من هيئة أو الوثيقة السياسية التي تمخضت من نتائج الاجتماع الثاني للمجلس التأسيسي لفيدرالية شمال سوريا هو الحل الأنسب لأي مشروع دولي للتقارب بين الأطراف السورية؟ أنا أعتقد هو ليس الحل الأنسب. إذا تعمقنا ووضعنا المصالح الذاتية لكل فئة جانبا، لا أعتقد أن هنالك حل آخر. لا يوجد حل آخر. هذه الأزمة إذا تعمقنا في أسبابها هي ليست وليدة اليوم. هي نتجت عن أزمات التي تنتجها الدولة القومية الأحادية ذات الشكل الواحد. هذه الدولة القومية أو القوموية، وعندما يشتد بها التوجه الشوفيني والممارسات الدكتاتورية تصل إلى حد الفاشية. هذه الدولة هذا النمط من الدولة الذي كان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة السورية لا يمكننا العودة إليها. لا يمكن أن تحل الأزمة السورية، تحل القضية السورية بنفس السبب الذي أدى إلى الأزمة. نأتي بمشاريع كل أطراف المعارضة على مختلف أنواعها، من هيئة التنسيق إلى الائتلاف إلى 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 ودقق في هذه المشاريع، دقق فيها جيدا، سترى أنها في مضمونها الجوهري يقول على هذا النظام أن يرحل وأنا أحل مكانه. ليس هنالك شيء آخر. أين معالجة أسباب الأزمة السورية؟ إذن النزاع على السلطة. كل بنية سوريا فيها خطأ تاريخي. تركيبة سوريا نشوءها كدولة فيها خطأ تاريخي، فيها إجحاف وأنكار لحقوق المجتمع السوري ككل بكل تنويعاته، فيها إنكار لوجود شعوب ووجود مكونات، فيها إذابة قسرية لأناس هم موجودين على أرض الواقع، شيء يفوق الخيال. كيف ستبني دولة وفق هكذا نظرية؟ لا يمكن. هذا سيخلق كبت داخل هذا المجتمع وسيخلق تراكمات لا بد أن تنفجر ولو بعد 70 أو 80 سنة مثل ما حصل لدينا هنا. نحن طرحنا منذ بداية الأزمة السورية وبالأخص منذ بداية ثورة روج آبا في تموز 2012 اتجهنا فعلا باتجاه إعادة بناء سوريا، باتجاه مستقبل مغاير لسوريا. هذه سوريا التي سحقت مكوناتها وشعبها، علينا أن نستعيدها جميعنا، على أن نستعيدها، أن نغير في سوريا وفي مستقبل سوريا. وبدأنا هذه التجربة. أولا بدأت من خلال أن التوجه بأن الناس تمتلك إرادتها وتدير نفسها. وأتذكر ونكون واقعيين ومتواضعين، بدأت من عند حزب الاتحاد الديمقراطي قيادة، وبدأوا يشكلون مؤسسات صغيرة في القرى وفي المدن الصغيرة وفي الأحياء،
لكي تبدأ العالم تمارس مسألة إدارة نفسها بنفسها. وفيما بعد سيد جمال جاءت حركة المجتمع الديمقراطي وبلورت المشروع بشكل أكبر. الوقت يداهمنا. لو أتينا إلى المشروع الذي طرحتموه، فهناك فيتو تركي على مشاريعكم كيفما قدمتم، وإذا كانت هناك حلول أيضا للقضية أو قضية الشعب السوري، فهناك فيتو تركي على حضوركم بمؤتمر أستانا. فتركيا صرحت بأنها قالت للروسيين بأنه إذا أرادت وحدات حماية الشعب الحضور إلى مؤتمر أستانا فعليها إلقاء السلاح. إذن هذه القوات التي حررت مساحات واسعة من سوريا وتقدمت وهي الآن بطريقه إلى تحرير الرقة، لماذا يتم استبعادهم؟ يعني لا يستحق الرد. ولكن ذكرتني هنا بكاريكاتير كان جميل جدا، وسيكون هذا هو جوابي. بعد أن صرح أردوغان بهذا التصريح، رأيت كاريكاتيرا لأحد لبواتنا الأبطال، نمور يبجة، فتاة في يبجة حاملة سلاحها ومقدمته هكذا لكي تقدمه إلى أردوغان، وكان أردوغان يهرب منها ويختبئ. أردوغان أصغر من أن حتى يستلم سلاح يبجة. هو لا يعرف ما حدث عندنا. ما حدث عندنا ثورة حقيقية وثورة جبارة. أردوغان وكل آلته أقزام أمام مثل هكذا ثورة، لأن هكذا الثورة أولا تمتلك شيئين جبارين: استعادت إرادة الناس، وعندما مشروع ما أو شيء ما يصبح في وجدان الناس، في إرادة الناس، كل قوى العالم لا تستطيع أن تقهره. هذا أولا. ثانيا، لدينا مشروع عقلاني، مشروع يأخذ مصالح ليس فقط السوريين، حتى كل المنطقة. مشروع احتضاني، مشروع إيجابي، مشروع يحتضن الآخر، ينهي الصراع مع الآخر، يفتح للتعايش المشترك مع الآخر، يبني لوطن تشاركي، يبني لوطن يكون كل الناس فيه أحرار، وكل الناس حصلوا على حقوقهم، إن كانت قومية أو اجتماعية أو دينية أو ما. مثل هذا العقل، مثل هذا ومثل هذه الإرادة التي زرعت في الناس، كل آلة أردوغان لا تستطيع أن تجرده من سلاحه. سلاحه أقوى من دبابات أردوغان، ومثلما فشل أردوغان في جميع سياساته وخطواته منذ 6 أعوام لها، سيكون الفشل الأكبر. هذا هو. نعم سيد جمال، من بنود الوثيقة السياسية التي تمخضت عن البيان الختامي لمجلس فدرالية شمال سوريا الاجتماعي الثاني بأنه مشروع أو مبدأ الدستور الديمقراطي، وهناك صرح بأن هذه الفدرالية أو فدرالية شمال سوريا هي جزء لا يتجزأ من مشروع الفدرالية الديمقراطية لسوريا المستقبل. وأيضا هناك رؤية روسية قد تكون جديدة من نوعها، فقد صرح بها نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رياكوف بأنه يأمل من المشاركين في مؤتمر أستانا بأن يتوصلوا إلى حل أو إلى فكرة إنشاء جمهورية فدرالية سورية ديمقراطية. ألا ترون بأن هناك تقارب بينكم وبين روسيا حول هذا الوقت لا يسمح. أنا كنت وقت اللي انطلقت قلت لك كيف بدأ بيدا بتشكيل مؤسسات صغيرة في أحياء وشوارع، كنت سأصل إلى هنا. لماذا نحن الآن نتبنى فيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، ولماذا نرى مستقبل سوريا مستقبلا فيدراليا، يعني سوريا الفيدرالية الديمقراطية؟ الوقت لا يسمح لأنه يطول قليلا. ولكن بالنسبة لهذا المشروع لم ننطلق نظريا، كان كل شيء، كل همنا في تغيير سوريا والخطوات التي نأخذها نفكر فيها مليا، وعندما نطبقها ونرى
مساحة النجاح فيها ونستفيد من مسألة التطبيق بأن يعطينا ديناميكيا أفكار جديدة أخرى لتطوير المشروع. نحن رؤيتنا الآن نرى الحل السياسي السلمي القادم لسوريا قبل كل شيء أن ينفي مركزية في سوريا، أن ينفي المركزية. نعم. إذا لا بد من اللامركزية. نعم. هذه اللامركزية عندما تعمقنا فيها نحن جسدناها وترجمناها ورأيناها تتجلى في أبهى صورها في النظام الفيدرالي. بقية القوى عاندت حتى الكردية منها واتهمت بأننا نحمل مشروعا انفصاليا ونجزئ سوريا بما فيه النظام وبما فيه معارضة الائتلاف وبما فيه بعض الجهات الكردية. رويدا المشروع بدأ يثبت نفسه، بدأ ينجح. لو الطروحات هذه لم تكن صحيحة ومعمقة للتجربة فشلت. التجربة العملية والطرح النظري كملوا بعضهم تماما. صحيح هنالك معوقات، صحيح هنالك ثغرات، صحيح انطلقنا من ظروف معقدة وظروف حرب مع الإرهاب وظروف منطقة كان النظام قد أبقاها متخلفة جدا اقتصاديا وتعليميا، ولكننا نجحنا. ولا تزال التجربة بحاجة إلى إغناء، بحاجة إلى إنضاج أكثر. والتطور شيء طبيعي أن يكون دائم، لا يجوز أن تتوقف. والروس هذه ليست نظرتهم جديدة، لا، هم إذا تتذكر قبل فترة عندما كانت مفاوضات جنيف جارية وسمعنا كنا أن الروس وبشكل سري قدموا مشروع مسودة دستور سوريا القادمة بشكل سري للأمريكان لكي يوافقوا عليه الاثنين. هذا المشروع كان يتضمن أن لا بد سوريا أن تكون دولة لا مركزية يمكن أن تكون فيدرالية. والآن أخيرا قبل يومين أو ثلاثة صرح ريباكوف أنه ممكن أن تكون مستقبل سوريا جمهورية فيدرالية. أقصد نحن لم نطرح شعارا هكذا في الهواء. نعم. هذا الشعار كان نتيجة تعمق ونتيجة تجربة حقيقية خضناها في تغيير سوريا انطلاقا من روجافا. سيد جمال، في حال طلب منكم الحضور إلى مؤتمر أستانا، كيف ستحضرون أو كيف سيكون شكل الوفد الذي سيحضر مؤتمر أستانا؟ هنا القوى السياسية والمجتمعية والمكونات الذي خاضوا تجربة ثورة روجافا وامتدت إلى أن تكون ثورة وطنية عامة لكل السوريين، لهم كامل الحق من خلال هذه التجربة أن يمثلوا هذه التجربة وأن يكونوا هم ممثلي هذه التجربة. ومع ذلك هم ليسوا منغلقين على نفسهم، هم يتفهمون أن غيرهم خاض تجربة أخرى وقد يكون استشعر بأنه مخطئ، وقد يكون هو بحاجة إلى مراجعة نقدية وأن نتفاهم على رؤية مشتركة نعمل معا سوية عليها. هذه القوى التي مثلت هذه الثورة من خلال الإدارة الذاتية ومن خلال القوى السياسية ومن خلال الإطارات ومن خلال ممثلي المكونات هم الآن لديهم ممثليهم إلى مثل هذه المفاوضات في آستانا أو إن كان في جنيف أو في المحافل الدولية. لهم ممثلين وقد تم تعيينهم وقد تم إبلاغ الروس باعتبارها تسعى إلى مؤتمر، تم تبليغهم بهذا الإطار ممثلي الإدارة الذاتية والأحزاب الكردية للشعب السوري. هذا هو مسمى الوفد، ممثلي الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية للشعب الكردي
وإضافة إلى الإدارة الذاتية، على اعتبار أن الإدارة الذاتية تمثل كل المكونات، وإضافة إلى ممثلي الإدارة الذاتية لابد أن يكون هنالك ممثل خاص للمكون العربي وممثل خاص للمكون السرياني يضافون إلى هذا الوفد. وهنا نحن لا نغلق الأبواب. إذا كان الوفد يحتاج إلى استكماله ببعض القوى الكردية التي هي خارج هذا الوفد، نحن منفتحين على الحوار وعلى رؤية مشتركة وعلى استكمال الوفد. نعم سيد جمال، باختصار لو سمحت، دهمنا الوقت كثيرا، لم يبقى لنا المزيد من الوقت لحل الأزمة الكردية، أيضا المسألة الكردية في سوريا. ألا ترون بأنه يجب هناك عقد مؤتمر وطني كردستاني؟ لا، المؤتمر الوطني الكردستاني أو القومي الكردستاني ضرورة عامة كردستانية لا تخص روجافا فقط. لدينا ثورة وحركة حرية قوية في باكر، ولدينا باشور الذي أخذ شكلا من القانونية، قانونية وجود، قانونية دستورية وشرعية دولية لوجوده من خلال الدستور العراقي. وهذا الباشور لديه أزماته ولديه صراعاته. حركة شعبنا في إيران يحتاج إلى التفاعل معها بقوة، وكلنا يسمع يوميا هنالك أعدامات للمناضلين الأكراد في الشرقي كردستان. وأيضا نحن هنا هذه تجربة جديدة، نحن بحاجة إلى أن نتكامل مع أخوتنا في الحركة الكردستانية وإلى دعمهم واحتضانهم لهذه التجربة. هذه الضرورات التي تحتم علينا السعي جديا لعقد المؤتمر الكردستاني. أما حل مسألة حقوق الشعب الكردي في سوريا سلميا هو ضمن إطار هذا العقد الاجتماعي الذي أعلن في الاجتماع الثاني للمجلس التأسيسي للفيدرالية. من يتمعن جيدا في العقد الاجتماعي يرى بأن إذا تبنيناه وجعلناه مستقبلا لسوريا لن يكون هنالك قضية قومية لأي شعب من الشعوب المتواجدة في سوريا غير محلولة. هذا العقد يحل المسائل القومية. سيد جمال، وطبعا أريد تعقيبا سريعا جدا الاسم اتحاد فيدرالية ديمقراطية لشمال سوريا هذا لا ينفي ولا ينكر ولا يقصي اسم روجافا على الإطلاق. هي اسم لجغرافيا شمال سوريا. شمال سوريا ليست كلها روجافا، وإذا أصرينا على أن تبقى روجافا شمال سوريا علينا أن نحترم الآخرين، فهنالك آخرين أيضا لهم جغرافيتهم يستطيعون. أما روجافا كروجافا التي هي مقاطعات ثلاث، عفرين، كوباني، الجزيرة، يمكنها أن تبقى إقليما ضمن فيدرالية الشمال وباسم روجافا حسب إرادة مجالسها ومؤسساتها. نعم سيد جمال، أعتذر لضيق الوقت، انتهى الوقت. إذا كنا نريد سوريا ديمقراطية فلا بد لنا أن نتقبل الآخرين وأن لا يكون هناك إقصاء لكافة المكونات. شكرا لك أشكرك جزيل الشكر سيد جمال شيخ باقي. مهمة جدا وكنا نحتاج إلى حلقتين، كنا نختصر وقد يكون والاختصار أحيانا لا يوصل. نعتذر لضيق الوقت. في الختام أشكرك جزيل الشكر سيد جمال الشيخ باقي، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية وعضو المجلس التأسيسي. شكرا لك ولقناة وأيضا سكرتير عام لحزب الديمقراطي الكردي السوري. شكرا. تغييرا وتجديدا في قناة رناهين، نأمل لكم النجاح. شكرا لكم. شكرا. طبعا مشاهدينا الكرام، هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في برنامج مسارات. نتمنى لكم أطيب الأوقات حتى حلقة قادمة، بأمان الله.